الرحله المده ديالها قصيره غتحول لمأساة وكارثه. هذه الرحله اللي كانت ما بين مدينه ليما وبوكالبا، هاد المدن اللي كيتواجدوا في دوله البيرو. للاسف المسافرين ديال هاد الرحله غيموتوا كاملين، ولكن غتبقى واحد المعجزه وغتبقى واحد البنت حيه فيهم. الا بغيتوا تعرفوا القصه كامله بقاو معايا في الفيديو حتى الاخر. القصه غتبدا في نهايه ديال عام 1971 وفي مدينه ليما، بين واحد البنت اللي سميتها جوليان كويبكي غتقرر تسافر هي والوالده ديالها لمدينه بوكالبا عند الوالد ديالها باش يحتفلوا براس السنه مع الوالد ديالها اللي كان عايش تما. الوالده ديال جوليان غتقدر تشري تذاكر بزز بحكم كان طلب كثير عليها في ديك الوقيته حيت كان راس العام. جوليان واخا كانت صغيره في السن كانت معوده على السفر في الطياره بحكم كانت كتمشي عند باها بزاف الخطرات، والمده اللي كانت كتستغرقها الطياره ما بين مدينه ليما وبوكالبا كانت ساعه واحده. ولكن جوليان ما كانتش عارفه ان هذه المره القدر مخبي لها مفاجاه اللي غتكتب لها حياتها راسها على كفاها. جا الموعد ديال الاقلاع ديال الطياره، جوليان وامها شدوا البلايص اللورانيين في الطياره. في البدايه ديال السفيره كانت عاديه، الاجواء كانت بخير، ولكن من بعد نص ساعه غيتقلب الجو وغتولي عاصفه ديال الشتاء. الطياره ما قدراتش تقاوم داك الجو، والركاب اللي كان العدد ديالهم 92 واحد بدا كيدخل الخوف في قلبهم. شويه العاصفه تجهدات اكثر واكثر، والباليزات بداو كيطايروا في وسط الطياره. المسافرين تخلعوا وبداو كيغوتوا وناضوا من بلايصهم، ولكن جوليان بقات دايره حزام السلامه. شويه غتوقع الكارثه، غيضرب البرق وغيقيس جزء من الطياره. الطيار ما غيبقى في يدو ما يدير ومبقاش قادر يتحكم في الطياره. من بعد دقائق معدوده غتقسم الطياره على جوج في السماء، وجوليان غتشوف مشهد من ارعب المشاهد اللي شافتهم في حياتها. المسافرين اللي كانوا معاها بداو كيطيروا في السماء والغوات من جميع الجهات. كيف ما قلت لكم لحسن الحظ ان جوليان كانت رابطه حزام السلامه، وهذا الشيء اللي خلاها تطير وهي باركه في الكرسي ديال الطياره. والبلاصه اللي طاحوا فيها المسافرين كانت غابه من غابات الامازون. جوليان في الوقيته اللي كانت طايحه في السماء كانت كتصحاب بان هادو هما اللحظات الاخيره ديالها، وغيبات بقوه الخلعه. منين غتفيق جوليان غتلقى راسها الشجر طاير بها من جميع الجهات وكلها دمايات ومهرسه من شي بلايص، ولكن ما كانتش كتحس بحتى شي حاجه حيت هرمون الادرينالين كان مرتفع عندها في الجسم. جوليان غتقاوم وغتنوض باش تقلب على امها وعلى شي وسيله باش تعتق راسها. في اليومين الاولى كانت باقا مصدومه من داكشي اللي وقع لها وكانت كتقلب بشويه، ولكن من بعد ديك يومين غتقدر انها تجمع القوه ديالها وغتبدا تقلب. هاد التقلاب اللي كان الدافع الوحيد ديالها باش تعيش. جوليان كان عندها الزهر حيت كانت عندها درايه كافيه بحياه ديال الغابه وباصوات ديال الطيور وحتى الاعشاب السامه والصالحه للاكل. نهار الرابع على الحديثه جوليان بقات كتقلب. من بعد لحظات غتسمع صوت ديال شي طائر اللي معروف عليه كياكل اللحم ديال الجوتات. غتتبع الصوت وغتلقى هذاك الطائر كياكل في الجوتات ديال الناس اللي كانوا راكبين معاها. جوليان غتلقى شي حلاوي مليوحين تما والسيكان مليوحين، غتهز الصاك وغتجمع في ديك الحلاوي باش تعتق راسها. من بعد غتكمل التقلاب. دازت ايام وايام وغتكمل 10 ايام على الحادثه. هنا جوليان بدات كتفقد الامل، ولكن ما حبسات من التقلاب. وبالصدفه غتلقى واحد الدار مبنيه بالخشب حدا واحد الواد. جوليان غتدخل ديك الدار على امل انها تلقى شي واحد تما اللي غيعتقها، ولكن للاسف ما غتلقى حتى واحد. من بعد غتمسح الجروح ديالها وغتاكل داكشي اللي خباتو في الصاك. شويه غيديها النعاس بقوه التعب اللي عاشوا في ديك 10 ايام. الغد لي ملي غتفيق غتلقى راسها وسط ناس اللي غراب. هاد الناس اللي كانوا هما مالين ديك الدار غتحاول تواصل معاهم وغتشرح لهم داكشي اللي وقع لها وكيفاش دخلت للدار. مباشره غيعاونوا هادوك الناس وغيهزوها لاقرب سبيطار وتما غيقدموا لها الاسعافات الاوليه. من بعد الاطباء غيتواصلوا مع البوليس وغيعلموهم باللي كاينه ناجيه من الحادثه اللي وقعت للطياره. جوليان غيهزوها بطياره هليكوبتر وغيديوها لواحد من اكبر السبيطارات اللي كاينين في العاصمه ديال البيرو باش يتابعوا الحاله الصحيه ديالها. من بعد ايام جوليان غتحسن الحاله ديالها وغيصارحوها الاطباء بلي هي حاله النجاه الوحيده اللي كانت في الطياره، والركاب اللي كانوا معاها كلهم ماتوا ومن بينهم الام ديالها. من بعد غتنتشر القصه ديالها بجميع وسائل الاعلام وغيخرج عليها فيلم وثائقي في سنه 1998 اللي سميتو وينكس اوف هوب. وجوليان غتصدر كتاب خاص بها
اللي غتعاود فيه جميع الاحداث والتفاصيل اللي وقعت لها في الحادثه، وسماتو When I Fell From The Sky. وبهكذا غنكون ساليت الفيديو ديال اليوم. كنتمنى تكون القصه ديال اليوم عجباتكم، وإلا عجباتكم ما تنساوش تخليو ليا الاراء ديالكم في التعاليق، وبغيتكم تخليو ليا لايك سبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع الناس صحابكم. شكرا، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.